زي ما قلنا ان في كميه لعيبه كانت قريبه قوي من ان هي تروح انديه وكانت خلاص على شعره كانت تروح انديه. برضه في لعيبه نفذت الشعره دي وراحت انديه بس فشلت. فانا جايب لك 5 لعيبه حرفيا راحوا انديه وكانوا المفروض يبقوا حاجه وما بقوش اي حاجه. ف5 لعيبه كانت المفروض يبقوا بني ادمين، كانت مواهب، كانت اي حاجه، كان عندهم اي بوتنشال وبقوا صفر. فازل ماجد ودي منتدى، ودي حلقه 5 لعيبه كانوا قريبين قوي من انهم يبقوا نجوم في انديتهم بس بقوا اقل من التوقع قوي. يلا بينا نخش في الحلقه. ابدا لك من انهي واحد كان المفروض يبقى بني ادم؟ ابدا لك من بني ادم الاغلى، البني ادم اللي كان المفروض يبقى حاجه، نجم من نجوم ليفربول اللي حرفيا برشلونه فكرت انها تروح تجيبه، كوتينيو في 2017. كوتينيو كان المفروض يبقى هو العنصر الاساسي اللي بيبني عليه مشروع يورجن كلوب وليفربول كله. بعد ما راحوا جابوا نجوم، واحد نجم روما وحرفيا التاني هو نجم ليفربول وكان واحد من النجوم والعناصر موجوده اصلا في ليفربول، وحرفيا انت بتبني فريق انه يكسب بطولات، وحرفيا هو كوتينيو هو العنصر الاساسي. كوتينيو هو حلقه الوصل، كوتينيو هو اللاعب الاساسي او الركيزه الاساسيه في تشكيله ليفربول. يعني هو خلاص يا معلم، انا جبت صلاح وجبت ماني وعندي فيرمينيو وعندي كوتينيو، فانا حرفيا الهجوم متقفل، الهجوم عندي كله نجوم والهجوم عندي كله هيبقى فتاك عشان نصحى الصبح كلنا نشوف ان كوتينيو في 2018 بقى لاعب اساسي ولاعب بتشيرت برشلونة. عشان من 2018 تبدأ حقبة كوتينيو في ان هي تقع، حقبة كوتينيو في ان هو ما يقدمش اي حاجة مع برشلونة، حقبة كوتينيو من تحوله من لاعب نجم في ليفربول ولاعب نجم في الدوري الانجليزي لحرفيا لاعب بيقعد دكة وبيطلع بره القايمة خالص في قائمة برشلونة. عشان الحقبة دي بالذات كانت يا رب تعود تاني وترجع تاني لبرشلونة، عشان دي واحدة من أسوأ حقب برشلونة في التاريخ. عشان كوتينيو يفشل وحتى اما يطلع إعارة البايرن يعني يبقى واحدة من أسوأ الماتشات وواحدة من أسوأ النتائج في تاريخ برشلونة، 8-2 على بايرن وما يسكتش، يصنع السادس، يسجل السابع ويسجل الثامن. عشان بعد ده كله بايرن حتى ما يرضاش يشتريه ويقول لك لا يا معلم خد والله الصفقه بتاعتك ومش عايزها خليها عندك ومش عايزها. وبعد ده كله يتحول من نجم ليفربول ومن نجم برشلونه لحرفيا لاعب بيلعب في استون فيلا، بعد كده يرجع تاني للدوري البرازيلي وينزل قوي لتحت. اللاعب اللي بعده هو اسطوره من اساطير اتلتيكو مدريد واسطوره من اساطير الدوري الاسباني، واحد من نجوم الدوري الاسباني في وقت من الاوقات وحقبه من حقبات الدوري الاسباني، هو واحد من اساسها. برضه هو صفقه انتقلت برضه في 2019 لبرشلونه برضه، وبكل بساطه الصفقه دي برضه فشلت. جريزمان في وقت من الاوقات كان نجم من نجوم الدوري الاسباني ونجم من نجوم اتلتيكو مدريد، هتفضل صغير المدينه وعمرك ما هتنجح قبل ما برشلونه تخش تتعاقد معاه وتلعب في دماغه وتخليه واحد من الصفقات اللي حرفيا كانت اغلى صفقات اتعملت في الوقت ده. برشلونه كان كل فتره يروح يضخ 100 و120 و130 و150 مليون في شويه لعيبه زي كوتينيو وزي جريزمان وزي ديمبلي، ده غير مالكوم بقى وديونج وارثر ميلو وحتى بيانيتش. صفقات وفلوس كانت بتضخ على الارض، واخرهم جريزمان اللي جايين نتكلم عليه. جريزمان بكل بساطه رحت جبته نجم من نجوم اتلتيكو مدريد، بس بكل بساطه انت ما شفتوش معاك في برشلونه، انت حرفيا ما كانش ليه مكان في برشلونه. جريزمان احسن حاجه ليه انه بيلعب شادو سترايكر، ولا سترايكر اساسي ولا حتى وينج ولا بلاي ميكر، اللاعب اللي بيخش من تحت واللي باص منه بس بيقطع كل خطوط الملعب، اللاعب اللي حرفيا بيطلع ورا المهاجم عشان يجيب كل الاجوان اللي هو جابها. سؤالين: هل هنا كوتينيو هو ميسي ورونالدو عشان ده غير التشكيله عليه؟ لا. هل انت عندك اصلا لكوتينيو او جريزمان مكان؟ هل هم اصلا داخلين على تشكيلتك وانت اصلا مثبت لهم مكان؟ لا. وحتى زي ما قلت في الاول هم مش ميسي ورونالدو عشان اغير لهم التشكيله. فزي اخوه بالظبط كوتينيو بكل بساطه 120 او 130 مليون اترموا على الارض وانت بكل بساطه ما استفدتش منهم باي حاجه. فجريزمان هو تاني واحد في القايمه. ونروح بقى من الدوري الاسباني للدوري الانجليزي، وعندنا صفقات حافله وصفقات في يونايتد حافله. نطلع زي ما قلت طياره من اسبانيا ونطلع على انجلترا ومدينه مانشستر، هنقعد فيها لحد اخر الحلقه. بكل بساطه في 2018 كان عندك فريق اسمه اياكس ده كان فيه ثلاثة بالظبط،
حرفيا التلاتة دول يغيروا مسيرة اي حد. التلاتة دول حرفيا هم اللي بنوا مسيرة اياكس في دوري الابطال في 2018. فريق كان واصل لنص نهائي دوري الابطال وخرج على اخر 5 دقايق بس. 5 دقايق بس. نرجع تاني، 5 دقايق بس كانت كفيلة تطلع اصلا اياكس من دوري الابطال وطلعوا من نص نهائي دوري الابطال. 3 لعيبه بس حرفيا كلهم طلعوا من الفريق، كلهم حرفيا بقوا بره النادي بكل بساطه. كان عندك واحد زي ديونج، كان عندك واحد زي دي ليخت، كان عندك واحد زي فان دي بيك، وده نجم الحلقه. فان دي بيك هنا حرفيا هو واحد من نجوم اياكس، من مواهب اياكس، من نص الملعب الموهوب في العالم. واحد بيتقال عليه في هولندا ان هو احسن من ديونج. ديونج ده اللي راح برشلونه، فاكيد فان دي بيك هيروح في اون فاير ويبقى اون فاير معاها. بس بكل غباء هو قرر ان هو يسيب اياكس ويروح مانشستر يونايتد. قدم اداء ولا اسوأ ولا اوحش مع يونايتد، وتحول ان هو لاعب من اللاعب الموهوب، اللاعب اللي بيقطع الدكه وبيطلع بره القايمه. مع انه يونايتد في الوقت دوت كانت محتاجه اي لاعب يطلعها من اللي فيه. يونايتد حرفيا كانت محتاجه اللاعب النص، محتاجه البني ادم، محتاجه لاي حد، عشان فان دي بيك يروح في وقت من الاوقات بفلوس اقل بكتير من صلاح محسن لما راح الاهلي. بكل بساطه 200 مليون بس يروح من مانشستر يونايتد لحد جيونا، من انجلترا لاسبانيا، من الدوري الانجليزي للدوري الاسباني ب 200 مليون بس. فهل هنا لو كان راح حته غير مانشستر يونايتد كان ممكن ينجح ولا لا؟ نروح للاعب اللي بعده، واللاعب اللي بعده واحده من اغبى الصفقات اللي انا شفتها ومن اغبى القرارات اللي انا شفتها في حياتي بعد قرار اريولا لريال مدريد. لا قرار غبي، قرار غبي بجد. ليه تبقى انت نجم فريق وليه تبقى انت اسطوره الفريق، واحد من اساطير الفريق، واحد من نجوم الفريق، واحد من نجوم الدوري الانجليزي، واحد من احسن لعيبه الدوري الانجليزي، وتسيب ده كله وقرر انك تروح مانشستر يونايتد تاني اللي بتشوفها على طول بتفشل، ويونايتد بعد 2010 حاجه ويونايتد قبل 2010 حاجه تانية؟ فليه نجم فريق وقرر بكل بساطه اسيب ده كله واروح فريق تاني؟ سانشيز بكل ذكاء وبكل يعني دهاء وبكل حنكه قرر انه يسيب ارسنال وبطولات ارسنال اللي هو ما بياخدهاش، بس يسيب اي حاجه ارسنال بيعملها. ويعني ان هو نجم فريق ده كفايه، ان هو بيصعد الشامبيونز ليج كل سنه ده كفايه، ان هو اصلا بيروح الحته في الدوري الانجليزي ده كفايه مع ارسنال. وانت نجم ارسنال ونجم الشباك واللي بتاخد يعني اي حاجه في ارسنال انت اللي بتاخد الشباك بتاعها. فليه بكل بساطه اسيب ده كله واروح يونايتد؟ لا وتحول من لاعب يعني نجم من نجوم ارسنال لاعب سيء قوي حرفيا لاعب سيء، لاعب بكرش بس، لاعب ما شفناهوش خالص مع يونايتد. يعني لو جيت قلت لاي حد دلوقتي سانشيز لاعب في يونايتد هيقول لك ممكن يعني شفته، اعتقد شفته بالتيشيرت بس يعني مش متاكد، ممكن تبقى فوتوشوب، ممكن تبقى في حاجه خيريه مثلا. انما انك تشوفه مع يونايتد، شوف ليه لقطات، شوف ليه حاجه، شوف ليه اي حاجه، هتشوف سانشيز لا برشلونه لا حتى الناحيه التانية بيلعب في ارسنال ومتالق. ونروح بقى لاخر واحد موجود معانا في القايمه بس مش اخر واحد في مانشستر يونايتد، انخيل دي ماريا. مش هتكلم عليه كتير بس بكل بساطه اتحول من لاعب اللي بيلعب في ريال مدريد اللي متالق، نجم العاشره واللي جابها لنا على كتفه. وبكل بساطه قرر انه في 2014 بعد خروجه من كاس العالم وبعد ما جاب العاشره قرر انه بكل ذكاء ليه يا اسطى، ليه بجد، ليه فكرت انك تروح يونايتد؟ وبرضه هرجع اقول تاني يونايتد قبل 2010 حاجه وبعد 2010 حاجه تانية. فيا صاحبي ليه اسيب مدريد؟ عندي مشكله في العقود، انا مش فاكر بالظبط هو ليه ساب مدريد او ايه السبب الرئيسي انه يخليه يسيب مدريد، بس يعني مفيش اي سبب رئيسي ان اسيب مدريد واروح يونايتد. انت مدريد لسه جايب العاشره، طلع من فاينل كاس عالم، فليه اروح الحته دي؟ انت رحت هناك اغسطس 2014 مشيت اغسطس 2015، سنه بلعب سنه عشان اروح باريس، اروح الدوري الفرنسي، من نجم العاشره ومن نجم ريال مدريد لواحد بيلعب في الدوري الفرنسي في باريس سان جيرمان عادي. وباريس سان جيرمان ساعتها مش باريس سان جيرمان، هو باريس سان جيرمان عادي اللي بيلعب بيوصل مثلا لدور المجموعات في دوري الابطال، بياخد دوري الفرنسي ده كده بس دوري المجموعات في دوري الابطال. فانا مش عارف الوم على مين ساعتها، مش عارف الوم على مين ان نزلت من مدريد ليونايتد لباريس يوفي بنفيكا للدوري الارجنتيني.
مش فاهم. فدول كانوا 5 لعيبه كانت ممكن يبقوا حاجه، وكانوا المفروض يبقوا حاجه في انديه راحوا لها بفلوس، وفي الاخر اللعيبه دي ما عملتش اي حاجه. فزياد ماجد دي منتدى، ودي 5 لعيبه فشلت انها تعمل حاجه بعد ما كانوا نجوم. سلام.